العزل يهدد 5000 عضو بالجماعات الترابية لأنهم لم يصرحوا بممتلكاتهم. المعطى ضمن معطيات أخرى كشفت عنها زينب العدوي في البرلمان أثناء تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات. العزل يهدد 5000 عضو في الجماعات الترابية. لماذا؟ لأنهم لم يصرحوا بممتلكاتهم. المعطى صرحت به زينب العدوي في جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان أثناء تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات. معطيات أخرى في تقرير زهرة أيتحل. التي تراقب وتحاسب عند الاقتضاء، يدقق تنفيذ قوانين المالية العمومية، يراقب التصريح بالممتلكات ويدقق حسابات الأحزاب السياسية. المجلس الأعلى للحسابات وعلى لسان رئيسه الأول زينب العدوي عرض أمام البرلمان نتائج أعماله للعام 2021، وضمن التقرير 3 محاور تعلق آخرها بالحصيلة القضائية ومراقبة التصريح بالممتلكات ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية وبشأن الأفعال التي تستوجب عقوبة جنائية. يقول التقرير: أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 أبريل 2023 على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة 18 ملف تخص 14 جماعة ترابية ومؤسستان عموميتان تابعتان لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط ثل القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطير الجاري بها العمل. الرئيس الأول للمجلس أكدت أن المحاكم المالية أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية. وفي تدخلها أوضحت العدوي أيضا المسؤولية المناطة بالمحاكم المالية، ومنها على الخصوص مراقبة التصريحات بالممتلكات. تتولى المحاكم المالية مهمة تتبع ومراقبات التصريحات بالممتلكات، والتي تستند إلى أحكام الفصل 147 من الدستور، وتهدف إلى تكريس مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية وحماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة وأخلاقيات المرفق العمومي. وفي محوريه الأول والثاني تطرق تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى مدى تقدم أوراش الإصلاحات الكبرى، كما أعطى تقييما للبرامج والمشاريع العمومية ولتتبع التوصيات. وفي أهم مستجد استعرض في المحور الأول خلاصات تقدم 5 أوراش إصلاح كبرى تتعلق بالمالية العمومية والجبايات ومنظومة الاستثمار والمقاولات العمومية والحماية الاجتماعية.